السلام عليكم أيها الأصدقاء. هناك الكثير من الحيوانات التي قامت بإنقاذ أصحابها، لكن ماذا عن الأشخاص الذين قاموا بإنقاذ حيواناتهم؟ قبل بداية الفيديو قم بدعم القناة بالاشتراك أو بالضغط على زر الإعجاب. أولاً، في هذا الفيديو نلاحظ هذا الغزال اللطيف عالقاً بين قضبان السياج إلى أن جاء شخص وقام بإنقاذه، حيث حاول ألا يؤذي الحيوان عند إنقاذه، فقد تم إنقاذ الحيوان دون أي إصابات. نحن نلاحظ في الفيديو أن الغزال بدأ بالبكاء من شدة الألم بسبب طريقة الإنقاذ التي يتبعها هذا الشخص، لكن في النهاية تم قص القضبان وإنقاذ الغزال بأمان. البقرة هنا عالقة في حفرة مع كمية كبيرة من الماء، ولولا أن شخصا نزل لمساعدة البقرة لكانت قد غرقت وماتت، لكن لحسن الحظ ظلت البقرة رافعة رأسها كي تستطيع التنفس وانتظار المساعدة. في النهاية قام شخصان من مؤسسة خيرية برفع البقرة عن طريق الأحبال بعد معاناة طويلة نظرا لوزن البقرة الذي يبلغ 500 كيلوغرام. ثالثا، هذا الثعلب الصغير قد مكث حوالي يوما واحدا وهو عالق بهذه الطريقة بين السياج إلى أن أتت له المساعدة. ربما علق الثعلب لأنه حاول القفز من فوق السياج، وكما نلاحظ فإن ذيل الثعلب هو الذي علق بين السياج، لكن لحسن الحظ تم إنقاذه وأخذه إلى الطبيب البيطري الخاص بالحيوانات. رابعا، في بعض الأحيان تحب الغزلان التجول في الجليد والأماكن الباردة، لكن هذا الغزال لم يكن يعرف أنه سوف يعلق بين الجليد. من الممكن أن يتجمد إن بقي لفترة طويلة على هذه الحالة. لا ننسى أن الجليد يمكنه أن يسبب للغزال بعض الكسور في عظامه، لكن لحسن الحظ بعد أن لاحظ شخصان أن الغزال عالق قاموا بإنقاذه فورا. وحسب ما قال جيمس على صفحته الشخصية على الفيسبوك بعد إنقاذ الغزال أنه كان هناك غزالان آخران في وسط البحيرة، فقام بربطهما وإخراجهم من البحيرة التي تشكل خطرا عليهم. خامسا، في هذا الفيديو نشاهد جروا صغيرا عالقا تحت بركة الجليد. نلاحظ أيضا أنه يحاول المشي في هدوء كي يخرج من البركة الجليدية، لكن كل محاولاته باءت بالفشل. الجرو لم يتوقف عن الصراخ إلى أن أتى أحد الأشخاص على متن قارب صغير وقام بإنقاذه. سادسا، يوجد هنا بقرة سقطت في حفرة يصل عمقها إلى ما يقرب 10 أمتار، بحيث كانت البقرة المسكينة في الحفرة 3 أيام. في الحقيقة هذا المكان صعب جدا لحيوان صغير كهذا، لكن بعد معاناة البقرة ل3 أيام جاءت المساعدة وتم إخراجها وهي لا تزال على قيد الحياة. تم إخراجها بواسطة حبال شاحنة مخصصة لرفع الأوزان الثقيلة، وبعد إنقاذها قام بمعالجتها الطبيب البيطري، ولحسن الحظ لم يصبها أي مرض خلال 3 أيام. سابعا، لا أعرف إن كان هذا الكلب قد تم اصطياده من قبل صياد أو شخص شرير، لكن بغض النظر عن هذا فالكلب قد أصيب ساقه بإصابة بالغة، ومع ذلك استمر في التقدم والبحث عن المساعدة إلى أن وجد المساعدة بالفعل، حيث قام بعض الأشخاص بأخذه إلى العيادة البيطرية وتم علاجه هناك، حيث تعرض لإصابة خطرة في حوافره.